الأمة كلها أملها فيك. أسأل الله أنه يعزك بالدين ويكسر قلبه المغرور، القلب هذا الجبار، القلب هذا الجبهن اللي يخاف من المخلوق وما يخشى الله. كم من قلوب الآن جبارة أمام التلفزيون، كم من عقوق، وكم من الله المستعان. ما تبغى هذا القلب ينكسر إلى الله؟ هذا القلب الرجل هذا اللي ما 40 سنة يعصي الله انكسر فقط، ما صلى ركعتين ولا نطق الشهادة ولا قام وقال أنا العاصي نزلت المطر. والله قد تكون بتوبتي أو توبتك الآن صادقة بين الله ينظر إلى قلبك، وتنزل النصرة لإخواتنا في سوريا وتبرئ ذمتك أمام الله. وإلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقولوا لي يدخلوا شبيحة قاتلهم الله وانقص من أعمارهم وأسكنهم ضيق جهنم. أقسم بالله ما أتى بي اليوم إلا نصرة لإخواني وأخواتي في سوريا. ما أقدر أخدمكم ولا أقدر أساعدكم لأني مشلول، وأنا استطعت أن أحضر إلى سوريا والله لا أحضر. أقسم بالله أني ما أتأخر لحظة، ولكن جيت لعلي أوصل صوتي أنصركم بصوتي، ما بيدي شيء، ولكن أنصركم بقلبي بدعوة صادقة وتوبة صادقة عن أول التائبين، لعل الله أبرئ ذمتي أمامه يوم القيامة. أصحاب المال أخرجوا أموالكم، أخرجوا عشان لا تكون وبال عليكم، تكون سبب دخولكم النار. أصحاب الرأي انصروا ومعتصما، كم طلعت ومعتصما. الله يعز الإسلام والمسلمين. رسالة من قلبي إلى والدي وحبيبي سيدي خادم الحرمين الشريفين، انصر دين الله، الله يعزك. هذه ما نريد منك فقط، الله يعز الدين بك، الأمة كلها أملها فيك. أسأل الله أنه يعزك بالدين ويعز الدين بك. رسالة من ابنك، أسأل الله أنه يعز الدين بك ويعزك بالدين. إخواني وأحبابي الكرام، توبوا إلى الله توبة صادقة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وأنا خارج من البيت جاني اتصال من كأمي غالية على قلبي، ما أعرفها إلا بالتليفون، غيرت فكري كله، غيرت الترتيب اللي كنت أرتبه من الليل. الله يسلمك. أم زميلي عمرو، أم من أمهاتنا في بلدنا الحبيب، في بلدنا الذي يسكن في قلوبنا، أم من أهل سوريا. تصفت عليها تبكي تقول لي هذا إلى إخوانك. أم في مأزق، أم في قمة الحاجة، الله يرضى عليكم. والله غيرت فكري، تذكرت أمر. الآن احنا جالسين نتكلم، أكلنا وشربنا، سولفنا وضحكنا، اللي أمامنا منتظريننا من النهار أمام الشاشات يسمعوا ويتكلموا وفرحانين باللقاء هذا. كل واحد عنده فكر في هذه الساعة، كل واحد عنده تخطيط وعنده أمل ليش حيسوي بعد البرنامج هذا. كلنا عندنا آمال وأفكار، لكن وإحنا جالسين في هذا المجلس جال كل واحد فينا اتصال من مرة ومرتين و10 مرات و20 مرة. فقد الآن أخويا غرم جاله اتصال مرة مرتين 3 مرات، انسحب على جنب ورد
كثير منكم قد جاله اتصال في جواله وما رد، بس لو شاف أمه اتصلت 20 مرة 100 مرة أو أخته هيخرج ويكلمها على جنب. تخيل الآن يأتيك هذا الاتصال في هذا الموقف وهذا الوقت، تلاقي أختك تبكي، إيش فيها بنت؟ قولي لا تفجعيني، تقول لك الحقني، دخل علي رجل الآن واغتصبني. ما موقفك في هذه الساعة؟ إيش ردة فعلك في هذا الوقت؟ تفضل تاكل وتشرب في هذه الساعة؟ تفضل تجلس هذه الساعة تتفرج مسلسل تقضي شهواتك؟ فكر انك تنام الليلة؟ ايش تسوي؟ ايش ردة فعلك يا شيخ؟ جاوبني. من فيكم يجي نفس الليلة يشرب مخدرات ولا يدخن؟ من فيكم يجي نفس الليلة يفكر انه يعصي الله؟ من؟ قولوا لي، من الرجل اللي يسوي هذا؟ جاوبوني. من؟ الديوث، صح؟ الديوث. لا إله إلا الله. طيب يا أخواني، النداء الآن يأتي من أخواتنا في سوريا، يأتي له كم سنة، دخلنا في السنة الثانية. احموا أعراضنا، أخواتنا بتغتصب، وإن لم تستطيعوا فارسلوا لنا حبوب منع الحمل. أختك تنادي يا شيخ، وأنت ما زلت يا شيخ في معصيتك، ما زلت تزني وتسكر وتشرب خمر، ما زلت تاكل ربا، ما زلت تعق والدينك وأمك وأبوك. فين الرجولة يا شيخ؟ فين؟ هذه نعمة الأمان اللي احنا فيها الآن، ننتظر حتى تيجي الدار عند أمي وأمك وأختي وأختك، إلى أن تجي. ترى سوريا رجال وسود، وكانوا يسمعوا الرسالة هذه من أخواتهم في العراق: احموا أعراضنا وإن لم تستطيعوا فارسلوا لنا حبوب منع الحمل. وأهل العراق كانوا رجال وكانوا يسمعوها من أفغانستان: ارسلوا لنا حبوب منع الحمل. وإحنا جبنا، ما زلنا بذنوبنا ما عصينا، جبنا ما نصرناهم بجهاد لأننا جبنا، جبنا ما نصرناهم بمال لأننا بخلة تصرف الملايين على الكورة وعلى السهرات والحفلات. وإخواننا مستنين نرسل لهم 1000 ولا 2000. أقسم بالله اتصلت علي أخت من سوريا من أقوى ما أبكى قلبي، تقول لي: يا أخوي عبد الله، الشبيحة صاروا يدخلوا يغتصبونا، ما نبغى منكم شيء، ما نبغى رجالكم. تقول لي: بدي حق بارودة عشان أحمي نفسي وأحمي إخواتي. أقول لها: يا أختي من فين أجيب لك؟ تقول لي: أنا ما عندي غير رقمك، ساعدني. إيش حتقول ربك يوم القيامة لما يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ أصحاب الأموال أقسم بالله هيجي الدور عندكم إن لم ترجعوا إلى الله. أقسم بالله إن ما نتوب إلى الله ونرجع إلى الله، نجاهد بالمال وبالنفس، أصحاب الرأي لا يجي الدور عندنا. إن لم نستطيع أن ننصرهم بجهاد ولا بمال، يا أخي انصرهم بتوبة صادقة، لأنه اللي بيحصل بسبب ذنبي وذنبك.
ورب البيت انه ما صار في سوريا وفي العراق وفي افغانستان الا بذنبي وذنبك.